منا سلام وأنغام تطير من الحنايا دعونا الزيايا أحبتنا لكم منا سلام وأنغام تطير من الحنايا. لم يجعل الله جل وعلا الدنيا دار جزاء، فلا العطية منها دلالة رضا ولا الحرمة منها والمنع عنها دلالة سخط، كما أن العطاء الدنيوي من الله لأحد ليس دلالة سخط، وعدم العطاء ليس دلالة رضا، فلا يتعلق بالغنى والفقر لا سخط الله ولا رضوانه، لا يتعلق بالعطاء بالفقر والغنى لا سخط الله ولا رضوانه، فإن هذا مما تجري عليه نواميس الكون. فلا يقال لكل فقير إنه قريب من الله، ولا يقال لكل غني إنه بعيد عن الله، لكن العبرة كل العبرة بما يقع من المرء من عمل. والله يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. قال: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. كان متقيا غنيا، كان متقيا فقيرا، كان متقيا بين أحواله في الدنيا لا علاقة له بالآخرة. العبرة في الآخرة بأن يكون المرء تقيا في الدنيا. قال الله: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال الله بعدها: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى كرم الله ورحمته وفضله، يحرقون أولياءه ويعذبون عباده ويصدون عن دينه، وهو جل وعلا لرحمته وحلمه وكرمه يدعوهم إلى التوبة، ويقول وهو أصدق القائلين: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فاعترض قول الله جل وعلا ثم لم يتوبوا ليبين لكل أحد أن باب التوبة مفتوح، وكلنا ذو ذنوب، صغرنا أم كبرنا، علمنا أم جهلنا، كل أحد منا متلبس بالمعاصي، ولكن الله جل وعلا رحيم يتوب على من تاب. فإذا أذن الله بقبول التوبة ممن حرق أولياءه وصد عن سبيله فلا ريب أن غيره أولى وأحرى أن تقبل توبته. والله يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أن أعظم عطية وأجل منحة إلهية هي لذة النظر إلى وجه الله، ومهرها الأعظم الخوف من الله. الله يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال في أسباب التوفيق: قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. وقال يثني على عبد صالح: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وأعظم من ينبغي عليه أن يخاف من الله من يتصدر للحديث عن الدين، لأن الحديث في الدين إخبار عن رب العالمين جل جلاله. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه القيم جامع بيان العلم وفضله: إن مالكا وعبد العزيز أحدا اثنان من علماء المدينة كانا يترددان إلى ابن هرمز رحمه الله، ويتردد معهم رجل يقال له محمد بن إبراهيم بن دينار، ومحمد هذا معه صحبة. فكان ابن هرمز إذا سأله مالك وعبد العزيز يجيبهما، وإذا سأله محمد بن إبراهيم بن دينار ومن معه لا يجيبهم.
فوقع هذا في نفس محمد فقال: يا ابن هرمز، إن في نفسي عليك شيئا. قال: وما هو؟ قال: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهما، ونسألك فلا تجيبنا. فقال هذا العالم الرباني: أو قد وقع ذلك في قلبك يا ابن أخي؟ قال: نعم. قال: فاسمع، فإن مالكا وعبد العزيز عالمان فقيهان، وأنا رجل قد كبرت سني ورق عظمي، وأخاف أن يكون قد خالطني في عقلي ما خالطني في بدني، أخاف أن يكون قد خالطني في عقلي ما خالطني في بدني من الكبر. فإذا سألني مالك وعبد العزيز وهما فقيهان عالمان أجبتهما، لأنه إذا قلت حقا قبلاه، وإذا قلت خطأ لم يقبلاه. وأما أنت وصاحبك فلستم بعلماء، فإذا سألتموني وأجبتكم قبلتم قولي على كل حال، فانظر خوفه أن يحمل عنه ما ليس بحق. قال بعض العلماء كابن الحارث معلقا على القصة: قال: والله هذا هو الدين الكامل والعقل الراجح، ليس كمن يهذي بالهذيان ثم يطالب الناس أن يعظموا قوله في القلوب كما يعظم القرآن. فالعاقل الذي يبلغ عن الله يقع ما يجب أن يقع بين عينيه الخوف من ربه إذا تكلم بالشرع. ولئن كان كل أحد مطالبا بأن يخشى الله، فإن المتصدرين للعلم والوعظ والخطابة وغيرها من الدروس هم أولى الناس بأن يخاطبوا بهذا. قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالكلام عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين. ثم إن الإنسان يعلم أنه يجب عليه مع خوفه من ربه أن يعظم رجاه في مولاه، فإن الله جل وعلا حيي كريم حليم رحمن رحيم، لا رب غيره ولا إله سواه، ولا أحد أعظم منه رحمة جل جلاله. ومع ذلك ينبغي أن يجمع مع هذين محبته تبارك وتعالى حبا لا يعدله حبك لأي شيء غير الله.